أفضل مني فيها. تفضل. ما بدي انطيك لانك انت شخص بس أنا بعطيك شغلة، أنت أحسن من محمد. اعوذ بالله. أنت أحسن صدقني. لا، تعرف ليش؟ كلياتنا عباد الله طيب وعباد الرسل. معلش أسألك السؤال حبيبي أسامة. اسأل يا أنت تنبه. إذا صح لك خالتك تنكحها؟ يعني ليش بدك يعني اسبك؟ لا سؤال صدقني، ما بقصد فيه إني أهينك، بس شو سؤال هالسؤال هذا؟ فضولي. شو هالسؤال هذا التافه؟ طيب خليني أعطيك السؤال بغير سياق. شو منقول على اللي بينكح خالته؟ هل منقول عليه إنسان كويس ولا إنسان قذر؟ خسيس. خسيس، صح؟ صلى الله عليه وسلم محمد نكح خالته خولة بنت حكيم حسب سورة الأحزاب 50. تحب أثبت لك؟ شو بتقول هاي السورة؟ سورة الأحزاب 50 بتقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن مم. أراد النبي أن يستنكحها مم. خالصة لك من دون المؤمنين. إذا منروح للتفسير وخاصة صحيح البخاري، قال لك اللي وهبت نفسها للنبي إنه ينكحها اسمها خولة بنت حكيم. إذا منروح لمسند الإمام أحمد بيقول لك خولة بنت حكيم هي إحدى خالات النبي. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح خالته، وانت قلت اللي بينكح خالته خسيس. طب شلون رسولك أحسن منك؟ بالعكس أنت أحسن منه. أنت لم تتقبل أن تنكح أو تطأ خالتك، لكن هو قبلة وعملة. انت تحب أثبت انت لك من كتاب ورقي؟ هذا قرآن ولا حديث؟ حديث صحيح مثل القرآن. يا هذا انت لأنه مالك الله في فهمان. القرآن شو قال؟ انت الله مالك شو قال في فهمان. القرآن؟ طيب انت تحب أثبت لك؟ أنت انت مالك فهمني. فهمان. طيب أثبت لك وفهمني، إيش رأيك؟ فرجيك الدليل يعني هل وأنت من فهمني. المعقول هل من المعقول الرسول يعمل هيك؟ إيه، لأنه العرب شو كان عندهم 20 نوع من النكاح، حتى كان في تبادل الزوجات حسب القرآن. رسول الله كان يبدل نسوانه. مم. أعطيك الآية. في شو واحد هي الآية؟ شو هي الآية؟ في واحد قال له يا الله، قال له يا أيها النبي لا يحل لك من النساء أن تبدل بهن ولو أعجبك حسنهن. يعني كان الرسول يبدل نسوانه، يقول له لصاحبه خذ هي أعطيني هي، خذ هي المرة أعطيني هي المرة، لبين ما إجا واحد لعند الرسول بدون ما يدق الباب، فتح الباب ودخل. قام رسول الله قال له وين الاستئذان؟ قال له أنا عزيز قومي، أنا بحياتي ما استأذنت، كيف بدي استأذن منك؟ قال له مين هي الحلوة اللي جنبك؟ قال له إنها الحميراء أم المؤمنين عائشة. قال له ممكن تبدلني فيها وأعطيك أحلى وحدة عندي؟ قام رسول الله قال له ما بتعرف يا عيينة، امبارح اليوم الصبحيات نزلت الآية الله حرم التبدل، يعني لو جاييني امبارح بالليل كنا بدلنا. تعال من أفرجيك وين الحديث، من أفرجيك وين جبت التفسير والآية. من وين جبت هالكلام يا ولد؟ تفسير القرآن يا حبيبي. انت من دون نظارات عامة. أنا لابس نظارات عشان أشوفك، يعني أنت لازم تشكرني. اشكرك. طبعا أنت لازم تشكرني إني أنا دافع مصاري عشان أشوفك. تمام حبيبي؟ انت مخبل شي؟ صدقني أنا دافع مصاري، صرف مصاري مشان أشوفك. انت مخبل شي؟ لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخبل مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة. قالت سحر النبي فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل، يعني كان مخبل صلى الله عليه وسلم. تعال اقرأ معي هاي حبيبي انت يا وين أسامة. عايش؟ شوف انت وين يا عايش؟ أسامة، شوف الإنسان انت وين المحترم عايش؟ الناس انت كلها وين عايش؟ بتحترمه. أنا بكندا حبيبي، عندك حدا بكندا يجي يجاهد في سبيل الله؟ كندا. لو انك بدولة عربية تحكي هالكلام هذا. لأنهم إرهابيين، صح؟ انت لو انك بدولة عربية لأنه بتحكي إرهاب، هالحكي. صح؟ لأنه الدول العربية إرهابية، صح؟ هذا بدل على انك انت شخص مو تعال زلمة. شوف أخوي، شوف هاي سورة الأحزاب الآية 52: مم. لا يحل لك النساء من بعد ولا شو أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يعني ملك اليمين تبعه بيصير يبدله، بس حرم يبدل النسوان. تمام؟ طيب خلينا ناخذ تفسير أنا وأنت، تفسير القرطبي. طيب
خلينا نشوف شو صار بتفسير القرطبي وليش نزلت هي الآية. بقول لك على شغله عشان اريحك. شو ما اسمع عمل بس خلينا نقرا التفسير حبيبي أسامة، بس نقرا التفسير بعد إذنك. أوكي؟ طيب. ولا أن تبدل بهن من أزواج. قال ابن زيد: هذا شيء كانت العرب تفعله. ويقول أحدهم: خذ زوجتي وأعطني زوجتك. تمام؟ روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك. فأنزل الله عز وجل: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال: فدخل عيينة بن حصن الفزاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده مين؟ عائشة، صح؟ فدخل بغير إذن